جيلاتين. هاي الضيافة اللي كانت معروفة بسوريا، وكانت الهدية المتبادلة بكل المناسبات السعيدة. أكلت منها عن جد جدا لذيذة. المهم عطلة ومولد النبي الشريف وعندي ضيوف، حبيت ورجيكم الأكل اللي أنا عملته. اسمعوا طشة الثوم مع اللبن. الأكل كان هون حاطة مخللات وعاملة كتف بالفرن على الفريكة مع المكسرات واللحمة، الكبة اللبنية مع الرز، وطبعا عاملة هون تشي كفتة أو الإيج، أو ممكن حتى نسميها الكبة النية بالخضرة مو باللحمة. كانت شكل سفرتي المتواضعة، لكن طبعا طريقة كل الأكلات موجودة عندي بالصفحة. لا هون لازم نرجع وارجيكم كمية استواء الكتف. الكتف كنت متبلته قبل بيوم وحطيته بالفرن قريب 3 ساعات ونص. تنسحب العظمة بكل سهولة، فعن جد طالعة مثل الفستق. أكيد السفرة اللي أنا متعودة جهزها وقت يجوني ضيوف، الشاي والقهوة السعودي والحلويات حسب الموجود وحسب الهمة. طبعا اللي عندي أهم من التنويع هي السفرة هاي تكون جاهزة قبل ما يجوني الضيوف. القهوة اللي ما بتتجهز إلا فريش وبتكون عن جد أجمل فقرة إن كان بالاستقبال أو بالزيارات، فعندي هالقهوة غير. أنا من كل الحلويات عجبتني هاي وأكلتها. طبعا قبل ما أنسى رفيقتي جايبت لي هدية، وفتحت الهدية قدامها مشان أتشكرها وعبر لها على امتناني وقديش عجبتني القطعة اللي جايبت لي إياها. فهي جايبت لي هالشنطة الحلوة. عن جد أنا كنت عم دور على هيك شنطة هاللون وهالحجم. جماعة أنا هلا هيك صرت انغدر. الهدية اللي بتجيني ما فيني ساوي فيها إعادة تدوير، يعني ارجع أهدية لحدا تاني، لأنه الكل صار يعرف مين هداني هاي وأيمت اجتني هاي. المهم جابت لي كمان بلوزة كمان حلوة كتير، بس يمكن مقاسها مو مزبوط، رح اخدها وبدلها لأني عمون على هاي رفيقتي، فما في مشكلة بيناتنا. المهم هاد أجمل يوم وأعظم يوم بالتاريخ، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه وينعاد عليكم بالخير والسلام. نهاركم سعيد. باي باي.